مش هتصدقوا لوكا مودريتش عمل ايه مع ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا يا جدعان بعد فوز منتخب بلاده على اليابان يا جدعان. رد فعل غريب جدا جدا عمله لوكا مودريتش يا جدعان مع ليفاكوفيتش الحارس المرمى المتألق النهارده يا جدعان. رد فعل غريب قوي هنزله لكم دلوقتي، بس يا ريت لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تابعني بقى يا اخي، واعمل لايكات كتير واكسبلور اكتر على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. تعالى اقول لك ايه هو رد الفعل الغريب ده. طبعا كلنا تابعنا مباراه اليابان وكرواتيا يا جدعان، وشفنا قد ايه المباراه كانت مثيره جدا، ويمكن من اكتر المباريات المثيره في كاس العالم حتى الان، لان دي المباراه الوحيده اللي شفنا فيها وقت اضافي وشفنا فيها ضربات جزاء. وطبعا زي ما احنا عارفين جبنا سيره ضربات الجزاء يبقى اكيد هنتكلم على حراس المرمى، لان حارس المرمى يعتبر هو نص الفريق. لكن ليفاكوفيتش النهارده كان هو الفريق كله يا جدعان، وقدر يتصدى ل3 كورات يا جدعان من اصل 4، وكان سبب كبير جدا في فوز المنتخب الكرواتي وصعوده يا جدعان. ولكن اول ما المباراه انتهت وصد اخر ركله اللعيبه كلها جريت عليه بما فيهم لوكا مودريتش يا جدعان،